على قد ما انا كنت قلقان من الفيديو بتاع النهارده شويتين ثلاثه، بس اول ما ابتديت اصور البي رولز وكده ابتديت ان انا اطمن شويه. السلام عليكم. زي ما احنا بنسمع كلام الناس وبنشوف الفيديوهات اللي هم عايزينها وبنعملها لهم، زي مقارنه شارع الحمراء والاغا، وزي مقارنه عدنان وبلبن، ليا واحد صاحبي بقى من ايام المدرسه اسمه امير، باشمهندس امير. المهم عم امير كان لسه بيكلمني من يومين كده، قال لي يا عز طب ما تعمل فيديو عن مطعم اسمه ليموزين. قلت له ايه ليموزين ده؟ ايه الاسم الغريب ده؟ قال لي لا ده مطعم جامد جدا وبتاع، موجود منه فروع في مدينه نصر وفي المقطم. قلت له على ضمانتك يعني؟ قال لي ادرى، جربت كذا مره، وقال لي على الحاجات اللي هو بيطلبها منه. فحتى لما قعد يكلمني عن المطعم وكده قلت له مش ده اللي عامل سلوجان كده واعلانات في الشارع بيقول لك اشيك مصمت في المجره؟ قال لي ايوه هو ده. هو فعلا في جزء في المنيو بتاعه مصمت، بس انا يعني اشيك مصمت في المجره دي حسيت اللي هو غريبه يعني. طب يا عم امير اطلب من عندهم ايه؟ قال لي بص انا جربت من عندهم الاكل بتاع المصمت، قال لي هو جامد جدا، قال لي بس انت كده كده مالكش فيه. قلت له الصراحه قول لي الباقي. قال لي يا معلم هات نص فرخه مشويه وهات ممبار وهات ملوخيه. انا بصراحه ما رضيتش اجيب ملوخيه عشان دلوقتي الساعه 12 بالليل وانا بصور يعني، فلو جت في الوقت ده في البرد ده هتتظلم. فجبت الحاجات اللي هو قال لي عليها دي وجبت حاجات تانية برضه. بس امير قال لي عز الاكل ده من الاخر اكس حاجه كده 10 على 10. فخليني قبل ما نبدا الفيديو، اللي مش مشترك يشترك في القناه ونوصل الفيديو ده ل 5000 لايك. وانا ما اعرفش بصراحه المطعم ليه مسمي نفسه ليموزين، يعني ده ليموزين دي نسبه لايه بالظبط مش عارف، يعني ايه علاقتها بالاكل ما اعرفش، بس احنا اللي يهمنا الطعم والاسعار والكميات. فنبدا بقى باول حاجه معانا، وهي حاجه خفيفه كده. ده بقى الممبار. انا كنت فاكره حاجه تانية بس قشطه مش مشكله. بالحق يا جماعه في حاجات تانية هم جايبينها، المعالق والخله والمناديل والكلام ده، وجايبين لنا هنا واحده تانية منهم برضو، وطحينه وسلطه خضراء وقصه يعني. بس انا فكيت دي عشان كنت بقلب الاكل وانا بصوره كده. يعني نطلع واحده طحينه وواحده سلطه خضراء كده. والجمله بتاع كل فيديو الاطباق كان جاي من فوق بورا ستريتش بس انا شلته عشان التصوير. والعيش ده برده كان جاي مع كذا طبق كده، فايه هندوق نشوف. طيب الممبار ده عامل كام؟ طبق الممبار ده عامل 45 جنيه شامل الضريبه. طيب هو الممبار هنا لونه مش غامق قوي مش فاتح، يعني متوسط شويه، ومفيش ممبرايه سليمه على بعضها، يعني هو مقطعه حتت كده. فندوق نشوف. بسم الله. والله شكلها بدايه السبايسي ابتدى يشتغل. لا الممبار هنا حلو يعني حرش كده، السبايسي بتاعه حلو قوي، الخضره اللي فيه مش كتير، والرز يعني ممكن تحس ان هو بس معجن شويه، يعني الرز لو كان جاي احسن من كده حاجه بسيطه كان الممبار ده هياخد 10 من 10. فبدايه كويسه، ممبار لطيف حلو، ممكن نديله 8 من 10. نخش بقى على اللي بعده، نخش بقى على تاني طبق معانا، وده هنا طبق نص فرخه. نص فرخه هنا علامه الجريل باينه عليها كده، وحجم الفرخه كويس جدا. طيب دي بقى عامله كام؟ نص الفرخه دي عامله 80 جنيه. نص الفرخه دي بيجي معاها الطحينه والسلطه الخضراء. طيب خلينا نشوف الصدر كده. الطبيعي المفروض الصدر بيبقى ناشف شويه عن كده، الصدر طري جدا جدا. هو المطعم ده لو طلع هيدن جيم في الاخر هيبقى برافو عليه الصراحه. تتبيله مظبوطه كده ومش هاديه مش كتير، الصدر طري جدا، السوا بتاعها مظبوط، دنيا زي الفل. اللي عاجبني هنا في الفراخ غير ان الصدر بتاعها طري جدا، ان التتبيله مش موجوده كتير. يعني في مطعم قريب مني بدون ذكر اسماء جبت من عنده قبل كده نص فرخه كان حاطط التتبيله، يعني الفراخ غرقانه في التتبيله. انا حاسس ان انا كنت باكل تتبيله بالفراخ مش فراخ بالتتبيله. انا مش عارف بقى الورك هيبقى طري ازاي، ده الورك هيبقى حلاوه يعني، ايه ده؟ في منتهى الجمال، حلوة قوي قوي. احنا عايزين ايه؟ ناخد حتة طحينة كده. رهيبة. هو انا بصراحة ما كنتش هطلب نص فرخة، يعني انا فكرت ان انا اطلب بدلها ربع كباب وكفتة، بس امير لقيته بيقول لي ايه لا ده نص فرخة عنده حكاية. فلا هي فعلا حكاية تحفة، ما فيهاش غلطة، مش عامل فيها افتكاسات، مش عامل فيها حركات، دنيا زي الفل. وعشان كده دي اول حاجة في الفيديو بتاع النهاردة تاخد 10 من 10. لا شغل عالي يا عم امير والله. هو طبعا الناس بتتفرج دلوقتي يقول لك هو المطعم ده يعني امير مرشحه لك ولا هو ده المطعم بتاع امير؟ لا والله. هو المطعم ده امير مرشحه لي. ايوه خش بقى على ده. ده بقى هنا حواوشي. الحواوشي ده بقى عامل كام؟ ده عامل 45 جنيه برضه. هو مقسمه اربع ارباع كده وكاتب في الريسيت ان هو حواوشي كبير، بس انا شايف ان حجمه مش كبير، يعني حجمه متوسط، وطبقه اللحمه اللي فيه برضه متوسطه. خمس بقى في الطحينه كده. طيب زي ما احنا متفقين الاكل اذواق. انا بالنسبه لي يعني الحواوشي اللي هو الحرش بحبه، والحواوشي العادي برضو بحبه.
ده هنا حواوشي عادي، مش سبايسي، مش حرش، ما فيهوش بهارات كتير. انت هنا بس حاسس بطعم اللحمه والدهن بس. حاجه طبعا احترمها ان هو مش حاطط بهارات كتير عشان يغطي على طعم اللحمه، بس يعني كان نفسي بس ان هو الحواوشي يكون ايه، في حاجه تنطقه بس شويه، يعني زود بهارات سنه او خليه بس سبايسي. فطعم اللحمه حلو وكل حاجه، وفكره ان الدهون مش كتير دي برضو كويسه، بس الحواوشي ده مش هيعجب كل الناس. انا بالنسبه لي لا، الحواوشي لطيف شغال، فده ممكن نديله 8 من 10. يعني لو كان بس بينطق بس شويه كده معانا كان ممكن ياخد 9 كمان. موضوع الاسعار ده برضه هنتكلم عليه في اخر الفيديو. خلينا بقى نخش على اللي بعده. نخش بقى على ايه؟ على الطاجن الجميل ده. هو جايبه لنا في علبه كده، كاتب لك عليها من فوق كوارع عند فته. ده برضه من ضمن السلوجانز بتاعت المطعم. هو المطعم قاعد عمال يطلع في سلوجانز يعني. نفتح بقى كده. هو برضه الطاجن كان ايه، جاي ملفوف بورق استريتش، ملفوف بورق فويل كده. طاجن يا جماعه يعني حجمه محترم جدا جدا. يعني انا عايز اوريكم برضو، عايزين نشوف فيه كميه لحمه قد ايه. يعني مثلا دي قطعه، قطعه صغيره يعني، دي اكبر شويه، يعني 3. هي القطعه كلها صغيره. 4. لا ده هنا بصل. 5. 6. اه في حته هنا كمان، مش عارف بقى في حاجات تحت تاني، متهيألي برضو في قطعه تانية تحت. لا الطاجن مليان برضو بصراحه. طيب الطاجن ده يا جماعه عامل 130 جنيه شامل الضريبه، وبيجي معاه كمان طبق رز. هو طبق رز بشعريه هنا، والكميه بتاعته كويسه. خلينا نشوف الرز ابو شعريه ده. هو رز بيتي جدا يعني، ودي حاجه ما تعبوش يعني، لا الرز كويس. نشوف بقى بالعيش كده. عايزه ايه سكر؟ طب اخلص الفيديو هظبطك متقلقيش يعني. طول ما انت مسوي اللحمه مظبوط تبقى انت حبيبي. كمان ناخد معاها شويه بصل كده بالفلفل، جامد قوي قوي. نعم يا لولو، نعم يا جدعان، لو حد عنده قطه طالبه الجواز يقول لنا. عندنا الاخ لولو عايز يتجوز وماشي عمال ينونو في الشقه كلها. لا انا اتسحلت مع الطاجن ده، جامد قوي قوي. يعني عايز برضه اوريكم حته لحمه كده. غير ان اللحمه مستويه كويس جدا، فالبصل هنا عامل شغل جامد قوي. يعني البصل هنا مسكر حاجه بسيطه كده، فالتسكيره دي مديه طعم جامد كده في الطاجن. مش عارف اديله 9 من 10 ولا 10 من 10، لان ده كده يبقى اول مطعم ياخد معانا 2 10 من 10 في فيديو واحد. غريبه بصراحه، عمرها ما حصلت. والله هو طعمه الصراحه جامد جدا. نديله برضو 10 من 10. الفكره ان احنا لما نيجي نخش على الحاجه اللي بعدها دي بقى ورقه السجق. ورقه السجق انا لما جيت فتحتها هي عاملينها بالبطاطس، فلو طلعت جامده يعني مش هياخد 3 10 من 10 يعني، مش عارف في ايه. مش كده يعني، ده انت هيدن جيم في نفسك قوي يعني، ايه ده؟ او ممكن تطلع مقلب، الله اعلم. يعني موضوع البطاطس اللي مع السجق ده مش سهل ان هو يتظبط. ساعات البطاطس بتحس ان هي سحبت طعم السجق كده، تفهمش فيه ايه. بس بقى كده ورقه السجق برضه يا جماعه بيجي معاها طبق رز برضه. دي هنا عامله 130 جنيه زي طاجن كباب الحله برضه. افتح بقى كده. اللهم صل على النبي. هو جايب لك هنا السجق ومعاه بطاطس، بس مش بطاطس كتير يعني، هما حتتين بطاطس بس. والباقي بقى ايه ده؟ لا ده في بطاطس تحت برضه، ايه ده؟ في بطاطس، في كذا شريحه بطاطس. غير كده السجق برضه كميته كويسه، مع فلفل الوان والبصل، وحاطط طماطم برضه. طب هو انا ما بتفائلش قوي بموضوع البطاطس مع السجق ده يعني. بصراحه كان عليا كنت عايزها ورقه سجق بس، عشان كده انا جايبها. يعني كان في عنده ورقه لحمه بس انا قلت لا يعني خليها سجق، يبقى في سجق في المنيو ما اطلبوش، ده عيب والله. احنا هندوق ايه حته سجق لوحدها الاول، بعد كده ندوق مع البطاطس. طب والله السجق لحد دلوقتي لوحده هو حلو، ما فيهوش بهارات كتير كده، بس فيه سنه سبايسي شويه. هو السجق ناقص سوا حاجه بسيطه قوي، هو يمكن بس البصل والفلفل والطماطم اللي موجودين يعني كميتهم كتير على شويه السجق اللي موجودين. انا كان نفسي بس السجق يبقى اللي هو ايه، متسبك شويه، يبقى عليه بس صلصه تقيله او حاجه، كانت هتخلي طعمه حلو قوي قوي. يعني هو حلو بس كان هيبقى احلى كمان. يعني البطاطس هنا برضو بالسوايه كويس قوي، مع ميكس السجق حلو جميل، بس كان الموضوع محتاج ان هو يبقى متسبك شويه بس، وتبقى تسبيكه تقيله كمان. وزي ما احنا عارفين في الاخر هي اذواق. انا بالنسبه لي بس موضوع التسبيكه ده كان هيفرق معايا شويه حلوين. فوالله يعني ورقه سجق هي كويسه يعني، انا مبسوط وانا باكلها، بس مش يعني الليفل بتاع كباب الحله والفرخه كان لا عالي قوي. هنا الليفل مش بنفس العلو ده، لا قل شويه. لا دي ممكن نديها 6 من 10.
دي وقعت شويه حلوين يعني. موضوع سوى السجق مع البصل والطماطم والفلفل الكتير، بس الحاجات اللي هي ممكن تعليها وتخليها تاخد 8 و9 من 10 حاجات بسيطة جدا. اقرص على السجق سنة في السوا وقلل الفلفل والبصل والكلام ده بس. عايز بقى تخليها تاخد 10 من 10 اديها تسبيكة بقى، تسبيكة تقيلة كده 100 100. طيب خلينا بقى نشيل الكلام ده من قدامنا ونلخص التجربة. طب والله كانت تجربة لطيفة، ومطعم يعني فعلا ممكن نقول عليه ان هو هيدن جيم، يعني حاجة كده اللي هي ايه، يقول لك جوهره مستخبيه. يعني هيدن جيم ده مصطلح موجود في الجيمز اكتر. كطعم وكواليتي انا اتبسطت جدا، يعني فعلا اكتر حاجتين عجبوني النهارده طاجن كباب الحله والفراخ المشويه، ويجي بعد كده الممبار، بعد كده الحواوشي، بعد كده ورقه السجق. اما بالنسبه لموضوع الاسعار فزي ما احنا متفقين يعني الفتره دي في شويه توهان في موضوع الاسعار. انت كل شويه الخامات بتزيد فالمطاعم بتزود، فبقتش عارف احدد رينج الاسعار الطبيعي فين. يعني نص فرخه ب 80 جنيه ده من كام شهر اقول لك لا غالي، دلوقتي ما بقتش عارف بصراحه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها الفتره اللي جايه. وبالمناسبه ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله هعمل فيديو اجيب فيه مطعم البخل واعمل مقارنه بينه وبين مطعم تاني، بس مطعم تاني ده لسه ما حددتش ايه هو بالظبط، بس هنعمل المقارنه دي قريب ان شاء الله. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشيروه في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.